مطبخ ليلى في رمضان، كوسة محشي باذنجان، فطير مشلتت قبل الأذان. أمان 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 أمان، مطبخ ليلى في رمضان، كوسة محشي باذنجان، فطير مشلتت قبل الأذان. أمان 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 أمان. مرحبا لكل مستمعينا الأعزاء، وين ما كنتم نوجه لكم تحية الظهيرة من ناس اف ام على الموجة 103.9 اف ام. اللحظات الحلوة الأيامات الحلوة معكم أبدا ما بتخلصش. 24 رمضان ورقنا 24 يوم على ناس اف ام بشهر رمضان المبارك، مع مطبخ ليلى في رمضان. أشهر الأكلات وأزكاها وأشهر الشفات عنا هنا في البلاد اللي بيطلعوا عنا على الهواء وبيقولوا لكم أزكى الوجبات اللي بيعملوها وأسرار مطبخن. مطبخ ليلى في رمضان بيستضيف اليوم الشيف ساهر مبجيش من مطعم صدفة في الناصرة. أنا كتير بحب صدفة وبحب ألتقي بالناس هناك صدفة، وبحب كمان وجباتن اللي مش صدفة أكيد لأنها معمولة بروقان بال وبعناية فائقة جدا. بحب كمان المحل والحجار اللي فيه، بحب السوق القديم وبحب الأجواء اللي بتذكرني بالناصرة القديمة. بنرحب بالشيف ساهر معنا على الهواء مباشرة على ناس اف ام. مرحبا شيف ساهر. يا هلا. كيف حالك؟ الحمد لله. أهلا فيك. أهلا وسهلا. شيف ساهر، أنت من مطعم صدفة وبدك تقولنا على أسرار مطبخ صدفة في رمضان ووجباتكم الشهية، ورح تعملنا اليوم وجبتين. الوجبة الرئيسية كمان مرة تعيد اسمها، كان الاسم كتير صعب علي. هي وجبة الانشيلادا بالدجاج. هي أكلة مكسيكية. انشيلادا دجاج من المطبخ المكسيكي، وتحلاي رح تكون كعكة الجوز بالميبل، مش هيك؟ مزبوط. ماشي. انشيلادا الدجاج هي أكلة مكسيكية. للي منكم بحب الأكل المكسيكي، امبارح عملنا مغربي وعملنا صيني وعملنا مصري، عملنا من كل النكهات ومن كل المطابخ في العالم، واليوم مع مطبخ صدفة من الناصري. تفضل شيف ساهر، أنا محضرة ورقة وقلم أكيد المستمعين كمان، ونقول المقادير بالبداية. المقادير هي بتكون ل 12 شخص، 12 لفة دجاج. بدنا كيلو دجاج ذرة، كيلو صدر دجاج، أيوة، وكباية زيتون أسود بدون بذر، 1 كوب زيتون أخضر بدون بذر، راسين فلفل أحمر مشويات ومقطعات لمكعبات. فلفل أخضر أحمر. راس بصل مقطع لمكعبات، ومرتبان شنينة اللي هي الكريمة اللي بنلاقيها بالسوبر ماركتات. شمينة العادية، الكريمة الحامضة. منيح قلت لنا شمينة حامضة. ونص معلقة بودرة التومي، ونص معلقة بابريكا حارة، ونص معلقة كمون. اوكي، اول اشي بما انك قلت فلفل احمر مشوي، يعني اوريدي الاكل اكيد رح تكون زاكيه، بس انا رح هيدي المقادير شيف ساهر ما بجيش معنا على الهواء مباشره على ناس اف ام، وعم بيعطيكم مقادير وطريقه تحضير انشيلادا الدجاج اللي هي اكله مكسيكيه اللي احنا بنعرفها باسم لفه الدجاج على الطريقه المكسيكيه. المقادير ل 12 شخص وهي كالتالي: كيلو من صدر الدجاج، كوب زيتون أسود بدون بذر، كوب زيتون أخضر بدون بذر، راسين فلفل أحمر مشوي مقطع إلى مكعبات، راسين بصل مقطع إلى مكعبات، علبة شمانة حامضة، نص معلقة بودرة من التومي، نص معلقة بابريكا حارة، ونص معلقة كمون. أوكي، هيك سجلنا شيف ساهر المقادير. نفوت على طريقة كمان بس إشي صغير اللي هو الإشي الأساسي، الجبنة تشيدر. بنستعمل جبنة التشيدر. تشيدر بهمش تشيدر البيضة أو الصفراء. هي التشيدر في منها بيضة وصفراء؟
في منها بيضة وفي منها صفرة. وايش الفرق بتكون؟ يمكن الصفرة بتكون طعمتها حادة اكتر؟ شوي دسمة وحادة. تشيدر بيضة او صفرة. انا كنت بفضل نروح على الصفرة على الطعم الحاد تبع الجبنة. كيف بتحبي بنساوي هذول؟ مبروشة طبعا الجبنة؟ مبروشة طبعا. طيب اوكي، اللفة احنا بايش رح نلفها شيف ساهر؟ اللفة بنلفها بلفات التورتية، اللي هو الخبز المكسيكي اللي بيبيعوه بالمحلات، يعني السوبر ماركت موجود بكل محل، اسمها تورتية. هي التورتية بتكون جاهزة، لفات جاهزة. بتكون الباكيت فيه 12 وحدة. صرنا نلاقيها كتير بالبرادات بالسوبر ماركتات، يعني بالضبط. متوفرة بشكل دائم. متوفرة دائما. اوكي، نفوت على طريقة التحضير. طبعا بنسلق الدجاج وبعدين بنطوله بنقطعه لمكعبات. بنحطه ببولة صغيرة. السلق، عملية السلق شيف ساهر بتكون بس مع مية حلوة بدون عادية سلق عادي بالمي. إذا بدك تقيم الزنخة شوي بتزيد راس بصل بقشره فيها عشان تقيم الزنخة. راس بصل بقشره، أيوة. بعدين بنقيم الدجاج لما يستوي بنقطعه لمكعبات. بندير عليه الزيتون الأسود، الزيتون الأخضر، الفلفل المشوي، أيوة، البصل، والشمينات، كل المقادير اللي موجودة عندنا، بودرة التومة والبابريكا والبهارات والتشيدر. والتشيدر بنحط نص كوباية بقلب الخلطة هاي. نص كوباية تشيدر بنخلطهم. بنحطهم بقلب اللفات التورتية. بنلفهن كلياتهن لفات. البصل ني ولا بيكون مقلي؟ ني، البصل ني. ني. بنلفهن زي كيف بنلف ورق الدوالي، بنلف التورتية بنحطهم بصينية. هسه في اشياء انا نسيت اقول لك اياه، اللي هو الصوص اللي بيجي من فوق، صوص البندورة اللي بيجي عليها من فوق. مقادير الصوص، نقول مقادير الصوص. بدك علبة بندورة، عصير البندورة، بابريكا حارة كمان معلقة، معلقة تومة، معلقة بودرة. تومة شو بودرة أو عادية بنفع عشان تغلي شوي، بدك تغلي البندورة شوي صغيرة. أوكي. بصل، شوية بتقدر تستعمل المراكوف أو مرقة الدجاج، مرقة البقر، ملعقة كمون ومعلقة كزبرة. كمون وكزبرة. تغليهم كلهم مع بعض لمدة ربع ساعة. بعدين بتحطيها على وجه التورتية من فوق. وبترشي باقي الجبنة اللي هي بتضل عندك كوباية أو كوباية نص، بترشيها على وجه التورتية وبتحطيهم بالفرن لمدة ربع ساعة. أنا رح أعيد كمان مرة طريقة التحضير. إحنا طبعا نسلق الدجاج، بعدين بنقطعه لمكعبات بعد ما يستوي شوي. بنضيف عليه طبعا للزنخة لو حابين بالسلق، عملية السلق هي بمية حلوة، بس لو حابين تتخلصوا من زنخة الدجاج ممكن تضيفوا راس بصل بقشره. بعدين بتضيفوا بعد ما تقطعوا الدجاج المسلوق الزيتون الأسود والأخضر والفلفل المشوي والبصل والشمانت ونص كوب من جبنة التشيدر. والصوص بنعمله على جنب، هو عصير بندورة، علبة عصير بندورة، معلقة بابريكا حارة، معلقة بودرة التومة أو تومة طازة، بصل، مرقة دجاج أو مرقة العجل اللي عندكم متوفر، ملعقة كمون وملعقة كزبرة. هدول بروحوا كلاتن على النار. نغلين قد وقت شيف ساهر؟ ربع ساعة. ماشي. طبعا كل هذا الصلصة هاي بدنا نديرها على اللفات اللي لفيناهن، لفات التورتية المكسيكية بالضبط، ومنحطن بالفرن عليهن الصوص من البداية. بتحط الصوص عليهم من البداية، والجبنة الموجودة عندك صفرة أو بيضة أو التنتين مع بعض بيطلع منظرها أحلى من فوق للتزيين. بتحطيها وبتخليها ربع ساعة بالفرن عبين ما الجبنة شوي تتحمر. على أي درجة حرارة شيف؟ بتحطيها على درجة 220 لمدة حوالي ربع ساعة. طيب إسا أسئلتي ممكن شيف؟ عندي أسئلة. شو السؤال الأول ده أسألك إياته. أول إشي المميز كان بالوجبة اللي أعطتنا إياها إنها صحية. يعني بتلاقي إنه الدجاج مثلا أنت اخترت إنك تسلقه بدل ما تقليه. بالضبط. فالناس اللي بيحبوا الدسم وبدنش يعملوا رجيم، ساعتها بهاي الحالة ممكن إنهم يقلوه. يقدروا يقلوه طبعا يقلوه، ولكن احنا طبعا بدنا نروح على الشيء الصحي. الصحي إنه ينسلق. بالضبط. طيب السؤال الثاني،
هل ممكن انه انا خبز التورتيه لو ما حبيتوش او لو ما لقيتوش مثلا، او لو عندي شغلات من البيت جاهزه، مثلا في كتير ناس بيحبوا خبز الشراك او خبز اللي بيعملوه دروز اللي هو كتير زاكي، فهل ممكن انه نلف فيها ولا كيف حسب رايك؟ ينفع بس ما تلفوش لف، اذا بتلفيه بصير خميل بالنسبه لللفه، فبتقدر او نلفها شوي لا تقدر تحطيه على الصينيه رتقات، يعني رتقه وتحطي يعني طابق من الخبز، بتحطي دجاج خبز دجاج بيطلع زي اللازانيا. زي بسموه مصر رقاق، بس اني بحطوا فيه لحمه بس اما هو عشان خميل اذا بتلفيه حسب الناس، يعني في ناس بتحب الخبز بيقدروا يلفوه، يعني ما فيش اي مانع بيطلع نفس الطعم. اوكي ماشي. هيك احنا عملنا التورتيه او الانشيلادا، انشيلادا الدجاج اللي اكلت التورتيه المكسيكيه من مطبخ صدفه في رمضان. مكملين معك شيف ساهر، ومرحب بالمستمعين اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، وبنقول لكم انتم على 103.9 اف ام. ناس اف ام بيستضيف الشيف ساهر مبجيش من مطعم صدفه بالناصري، وندخل على التحلايه شيف. يلا عندنا كعكة الجوز بالميبل. كعكة الجوز بالميبل. والميبل ماشي سوقه كتير بمطبخنا، ما صار وين ما كان بتلاقي، اي رف بايدك كان بتلاقي. اوكي ماشي. انا عم بسجل المقادير، سجلوا كمان انتم معي. عندنا 3 اكواب طحين للكعك، في طحين كعك وفي طحين عادي. طحين اوسم. طحين الكعك طحين اوسم ايوه. 8 بيضات. 8 بيضات ايوه. كوبايتين سكر. 4 باكيتات من الفانيليا او 4 معالق. كوبايتين زيت ذرة. كوبايتين من الجوز المقطع. اي جوز فيهن؟ جوز الني المقطع، اي جوز مش مهم. وكاستين او 3 كاسات من الميبل سيروب، من 2 ل 3 حسب قد ايه بنحبه حلو وقد ايه بالضبط. اوكي عيدي المقادير. نقول المقادير كمان مرة حتى اللي ما لحقش يسجل. كعكة الجوز بالميبل من الشيف ساهر مبجيج من مطعم صدفة. 3 أكواب طحين كعك اللي هو بتعرفوا طحين أوسم. 8 بيضات. 2 كوب من السكر. 4 ملاعق من روح الفانيليا ببودرة أو بدكو تكون سائل. 2 أكواب من زيت الذرة. 2 أكواب من الجوز المقطع. من 2 ل 3 كاسات من سيروب الميبل. اوكي نبدأ نحضر الكعكة. اوكي الطريقة بنحط البيضات 8 بيضات، بنحط عليهن كاسين السكر مع الفانيليا وبنخفقهن منيح. بعدين بنزيد عليهن الطحين 3 كاسات الطحين وزيت الذرة، نخفقهن كمان مرة منيح. ايوه بنكون محضرين صينية بندهنها بالزيت، بندير الخلطة كلها بالصينية، بنحط الجوز المقطع كلياته على وجه الخلطة. الجوز يعني بنحطه من تحت، ما نخلطوش مع الخليط. لا بتخلطوش مع الخليط من فوق، زي طرت الجوز تقريبا. بعدين كل محضر الفرن على درجة حرارة 170. 170 وبتحط الصينية لمدة 45 ل 50 دقيقة. وطبعا عشان تفحص الكعكة إذا خالصة بس بتغزي قش فيها، وإذا ما طلعش عليها قش بتكون حاضرة. ولما تطلع وهي سخنة بتدير الميبل سيروب كله على الصينية نفسها. واو كتير هيك ميبل. طب ايه ليلة في رمضان، كوسة محشي باذنجان، فطير مشلتت قبل الأذان. أمان مطبخ ليلى في رمضان، كوسة محشي باذنجان، فطير مشلتت قبل الأذان. أمان مطبخ ليلى في رمضان يوميا ببرنامج ميجا ستار، وجبات خيالية مع ليلى عبدو بعد الوحدة.